أجيو تعرفوا حسابات تأهل الجيش الملكي للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا. بالفوز المهم اللي حققوا اليوم ضد نادي يونغ أفريكانز، حافظ الجيش الملكي على الوصافة ب8 ديال النقاط. دابا ولا محتاج لنقطة وحيدة فقط في مباراته الأخيرة ضد الأهلي المصري باش يتأهل، علما أنه إلا فاز على الأهلي غادي يتأهل كمتصدر للمجموعة ديالو، ولكن المباراة غتكون صعيبة بطبيعة الحال. كذلك إذا تعادل أو انهزم يونغ أفريكانز في مباراته الأخيرة ضد شبيبة القبائل، الجيش غادي يتأهل وخا بنهازم ضد الأهلي. أما إلا انهزم الجيش وفاز يونغ أفريكانز، فهنا التأهل غيكون مرهون بفارق النقاط بين الفريقين. كل التوفيق لممثلي المغرب، الجيش الملكي ونهضة بركان، اللي حتى هو محتاج نقطة واحدة باش هادشي اللي وقع للمغربي جواد الياميق اليوم من أغرب ما وقع في تاريخ كرة القدم. جواد في أول مباراة ليه مع ناديه الجديد ريال سراقسطة سجل هدف التقدم في الدقيقة 26، ولكن في الدقيقة 55 وقعت المفاجأة. جواد الياميق سجل هدف في مرماه. المفاجأة ما انتهتش هنا، سي جواد تلقى بطاقة حمراء من الحكم في آخر المباراة، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف الهدف، علما أن الهدفين سجلهم